لما تمر به مصر من فترة عصيبة من قهر الشعب والرشوة والفساد وخلافه من كل أنواع الظلم التي تقع على الشعب المصري، إني أدعو كل الشعب المصري وكل القوى السياسية للوحدة، فالوحدة الوطنية هي الحل. فبدون وحدة وطنية مصرية لن نستطيع أن نحرر بلادنا من هذا النوع الجديد من الاستعمار. فلكي نقود بلادنا إلى الحرية والتقدم، ولكي نصبح دولة عظمى تنافس أمريكا والسنغال، علينا بالوحدة الوطنية وأن نعمل جميعا من أجل أهداف واحدة. فعلى الشعب وكل القوى السياسية المصرية بالوحدة من أجل مناهضة محتلون ممن يعينهم الغرب لإدارتنا وحكمنا. فبدون وحدة وطنية مصرية لن نستطيع أن نتخلص سلميا ممن يتحكمون فينا. فالانتخابات قد اقتربت. هل يستطيع أي شخص أن يبلغني كيف سيتم الإطاحة بمحتلون في الانتخابات القادمة وسط التسوير الذي سيحدث؟ هل يستطيع أي شخص أن يبلغني كيف سنتخلص من كل ظالم في الانتخابات القادمة وسط التزوير وعدم وجود نزاهة في الانتخابات؟ الإجابة هي لن نستطيع أن ننتصر في الانتخابات القادمة بدون وحدة وطنية مصرية من كل الشعب المصري والقوى السياسية والاتفاق على أهداف واحدة. حتى لو اتحد الشعب المصري لن يتركوننا لكي نحرر بلادنا من هذا النوع الجديد من الاحتلال، وهذا لأن الغرب هو الذي يدير بلادنا ويتحكمون فينا في كل شيء ويعينون ويدعمون من يحكموننا. فما زالت أطماع الغرب في مصر كبيرة، ولذلك هم يدعمون بكل الطرق كل شيء يخدم مصالحهم بالداخل وكل من يعمل على إذلال وإفقار الشعب المصري. ولذلك لا يوجد خيار أمامنا الشعب المصري لتحرير بلادنا سلميا من هذا الاستعمار إلا بالوحدة الوطنية المصرية. فأبشروا يا شعب مصر، من قدر الله بنا أن شعب مصر من أطيب وأخير شعوب العالم، وأيضا الشعب المصري في رباط إلى يوم القيامة. هكذا أبلغنا ديننا الإسلامي، ولذلك فمهمتنا ستكون سهلة لتوحيد صفوفنا في الفترة القادمة. فالذي سيحسم المعركة في الانتخابات القادمة مدى اتحادنا وإخلاصنا للقضية والعمل لتحرير بلادنا من أي محتل غاصب. فكفانا تفرقة ونظر كل شخص إلى مصلحته فقط. فعلينا الاتحاد جميعا للتخلص من هؤلاء المحتلين فورا، للنهوض ببلادنا إلى التقدم وجعلها قوة اقتصادية عظمى وقوة حربية عظمى، لنعيد أمجاد أجدادنا الذين نفتخر بهم الآن. إني أدعو شعب مصر للوحدة، وأنا بكل تواضع على أكمل الاستعداد للقيام بهذه المهمة إذا كلفني بها الشعب. فأنا على الاستعداد على أن ألف على كل القوى السياسية لدعوتهم للاتحاد في الفترة القادمة، وعلى الاستعداد على أن ألف كل شوارع مصر لدعوتهم للوحدة الوطنية من أجل تحرير بلادنا من هذا الاستعمار والظلم المستشري. فالوحدة هي الحل، فكفى كل شخص بالغرور والكبرياء. خلينا نرجع إلى أصولنا المصرية ونعمل بكل تواضع بعيد عن أي كبرياء لكي نستطيع أن نوحد أنفسنا. وعلى كل شخص أن يزيل أي ضغينة باتجاه أخوه المصري. فجميع طوائف الشعب عليها أن تتوحد من أجل تحرير بلادنا، وهذه المهمة سهلة جدا، لأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أبلغنا وقال: إذا من الله عليكم بفتح مصر فاتخذوا منها جندا كثيرا فإنهم أخير أجناد الأرض وأنهم في رباط إلى يوم القيامة. فأمريكا وإسرائيل يحاولون عمل الفتن في كل الدول العربية، ولقد نجحوا في معظم الدول العربية والإسلامية لعمل فتن هناك، ولكنهم لن يستطيعوا حتى الآن لعمل فتنة كبيرة داخل الشعب المصري. وهذا يدل على صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أبلغنا كما لقد أبلغنا رسول الله أن شعبنا سيظل في رباط واتحاد إلى يوم القيامة. وهذا ما نشهده الآن
في الشعب المصري رغم محاولة الغرب لإشعال الفتن بكل الطرق بيننا، ولكنهم دائما يفشلون. فعلينا بالعمل من أجل الوحدة. بدون وحدة لن نستطيع الإطاحة سلميا ممن يستعمروننا. فكل المساجين ظلما والمساكين والشهداء والمظلومين يصرخون وينادوكم لتحرير بلادنا وتحريرهم والأخذ بحقهم، فمن يستجيب لصراخهم ونداءهم؟ فالحل للاستجابة لصراخهم هو في أيديكم أنتم، والحل هي الوحدة الوطنية. مرة ثانية، فلن نستطيع أن نطيح بالمستعمرين بدون وحدة. حتى لو استطعنا أن نطيح بالمستعمر سيأتي مستعمر آخر من نسله أو غيره تعينه الغرب لإدارة مصالحنا في بلادنا، ومش هنخلص أبدا وسنظل في دائرة مفتوحة. ولذلك إذا أردتم الانتهاء من هذا الاحتلال فعلينا بالوحدة وتنفيذ أوامر ديننا كما أمرنا ديننا بالرباط والوحدة. فأنا أتمنى كل التمني بأن أرى في حياتي اليوم التي ستصبح فيه مصر قوة اقتصادية عظمى مثل الصين واليابان، وأن أرى مصر فيها الحرية الكاملة بحيث أن كل شخص يفعل ما يريد بدون خوف طالما أنه لم يؤذي أحد ولم يخالف الدين والقانون. فإذا كنت تحب مصر وتحب دينك فعليك أن تعمل بكل تواضع للوحدة الوطنية. فنحن في الفترة القادمة نستطيع أن نوحد حوالي 70% أو أكثر من الشعب والقوى السياسية بسهولة إذا عملنا بكل جهد وتواضع بدون غرور. فالوحدة هي الحل، فبدون الوحدة لن نستطيع أن نحرر بلادنا. فكل ما علينا هو أن نوحد أنفسنا وأن نختار جميعا شخص في الانتخابات القادمة لترشيح نفسه وكلنا نختاره. فنحن في حالة احتلال ولا نريد أن نشتت أنفسنا باختيار كل فئة شخص معين. فعلى الشعب والعلماء الاجتماع لاختيار شخص معين موثوق به للترشح للانتخابات القادمة، وكل الشعب يذهب لوضع صوته لهذا الشخص اللي احنا هنختاره. هذا أفضل من أن يذهب كل شخص لانتخاب مرشح مختلف، مما سيؤدي إلى توزيع أصوات الشعب في أماكن مختلفة وتشتيتنا. نحن نريد شخص لكي يرشح نفسه وأن نوحد أنفسنا جميعا حوله، وذلك لأننا في حالة استثنائية وفي حالة استعمار، ولذلك علينا توحيد أنفسنا والعمل على اختيار شخص واحد نتفق عليه. حتى لو اتفقنا على أن يقوم هذا الشخص بفترة انتقالية تكون عامين فقط، بعدها نعمل انتخابات تانية وبعدها كل شخص يختار اللي عايزه من المرشحين التانيين. طيب ماذا إذا استطعنا أن نوحد صفوفنا وزوروا رأي الشعب برضه؟ يومها سيجدون أفعال أخرى. فعلى الشعب كله يومها إلى النزول إلى الشوارع والاجتماع في مكان معين، ويوحد الشعب كله في صفوف ويمسكون أيدي بعض ويقومون بمسيرة سلمية ضخمة تضم كل طوائف الشعب والاتجاه لعزل المحتلين. نعم، تقوم المسيرة ضخمة في صفوف وانتظام بكل طوائف الشعب باتجاه المستعمر لعزله. يومها لن يستطيعوا الأمن أو أي قوة ظالمة من إيقاف هذه المسيرة حتى لو ضربوا الشعب بالنار والصواريخ. وأنا بكل تواضع على الاستعداد على العمل جاهدا لتوحيد كل طوائف الشعب إذا كلفت بهذا، وعلى الاستعداد بأن ألف على كل القوى السياسية لتوحيد صفوفها فعلا. فإذا كنتم تحبون بلادكم ودينكم عليكم بالوحدة الوطنية لكي تمتد هذه الوحدة في النهاية من وحدة وطنية إلى أن تكون وحدة عربية ووحدة أيضا مع كل الدول الإسلامية لكي نصبح بعدها أقوى قوة على وجه الأرض. وعلى العموم يوجد ناس يخافون من التجديد وقدوم قادة جدد لإدارة البلد، والحل لإزالة هذه المخاوف هي عمل دستور جديد لتقليل سلطة من يحكموننا، حيث يصبح سلطته ليست كبيرة مما لا يجعله قادر على اتخاذه قرارات حساسة بدون أخذ موافقة من كل جهات الدولة الأخرى ممن ينتخبهم الشعب. هذا الدستور الجديد سيعمل على تقييد من يحكمنا
وشكرا جزيلا.